السلام عليكم. وصفة اليوم تحلية بالفواكه كتجي من أروع ما يكون. تليق للسحور أيضا الفطور منعشة. غنية بالفواكه لذيذة بزاف، ما غاديش تشبعوا منها، أكيد غادي يعشقوها الأطفال ديالكم وأيضا الكبار لأنها تستحق التجربة. نتمنى أنكم تتابعوا الفيديو الأخير باش تعرفوا على المكونات والطريقة. على بركة الله هنا في الكسرول ديالي غادي نوضع واحد نصف لتر ديال الحليب مع 3 ملاعق كبيرة من السكر أو حسب نتوما شنو كتفضلوا نتوما والذوق ديالكم. غادي نضيف ايضا واحد الملعقه كبيره ديال نشاء الذره مع واحد الكيسين ديال الفلون بنكهه الفانيليا. غادي نخلط هاد المكونات مزيان على البارد، عاد غادي نوضعهم على النار مع التحريك المستمر حتى كيغلي عندي هاد الخليط ويتقال. ما غاديش تقل بزاف لانه ما فيهش نشا كثيره. صافي هنا من بعد ما كيوجد غادي نوضعوه هكا في زليفات او كؤوس نتوما شنو كتفضلوا، وغادي نخليه جانبا غير فوق هكا فوق سطح العمل حتى كيبرد. عاد غادي ندوز باش نحضر الطبقه الثانيه اللي فيها هنا الفواكه. عندي هنا فواكه مشكله، عندي انقاص، عندي تفاح، عندي ايضا الموز، عندي الفراوله، وعندي واحد شويه ديال التمر. المهم انتوما وشنو كتفضلوا اللي موجود عندكم ديروه او ضيفوه. نخلطهم هكا كيف ما لاحظتوا معايا. عاد غادي نضيف لهم هنا او غادي نضيفهم فوق الطبقه الاولى اللي تكون تماسكت، ضروري انها تماسك باش ما يتخلطوا لنا الطبقات مع بعضهم. ديروا كميه لا باس بها ديال الفواكه لانها كتزيد تعطينا واحد طعم رائع لهاد التحليه. ضروري انها تكون كميه كثيره ديال هاد الفواكه. صافي نكمل هكا نعمرهم كاملين باش ندوز باش نحضر الطبقه الثانيه. نحتاجو فيها واحد كاسين ديال عصير البرتقال مع واحد ملعقتين كبيرتين ديال السكر او حسب الذوق ديالكم مع واحد الكيس ديال فلون بنكهه الفانيليا. غادي يبان لكم هنا العصير احمر، انا درت داك البرتقال اللي كيكون هكا اللون ديالو احمر لهذا كيبان هكا العصير احمر. صافي غادي نخلطهم هكا على البارد، عاد غادي نوضعهم على النار حتى كيبان لي الخليط ديالي او العصير بدا كيغلي. صافي غادي نزولهم فوق من النار ونديرو هكا مباشره فوق الطبقه ديال الفواكه كيف ما كتلاحظوا معايا في الفيديو موضح. صافي نحاول انني نعمر او نغطي هذوك الفواكه مزيان بهاد الطبقه ديال العصير. صافي ونخليهم جانبا حتى كيبردوا غير فوق سطح العمل. غادي ندخلهم الثلاجه باش يزيدوا يتماسكوا ويتشربوا لنا او يزيدوا يتنكهوا مزيان بهاد الفواكه. كتجي تحليه من اروع ما يكون. نتمنى انكم تجربوها وتعتمدوها للسحور او الفطور ديالكم، فهي جد منعشه وجد بنينه بزاف. نتمنى انكم تجربوها وتردوا عليا في التعاليق. ونتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون فادكم وتكونوا استفدتوا، ما نكونش طولت عليكم، نكون خفيفه ظريفه على قلبكم كيف العاده. وشكرا لكم على المتابعه، والى اللقاء في فيديو جديد قريبا ان شاء الله، وبصحه وراحه.